آخوند رافضی اهل سنت را قاتل اهل بیت می نامد. ایو برادران اهل سنت، خدایا من میگم از تو میخوام صدا منو بهشون برسونی. برادران اهل سنت، در طول تاریخ اسلام پیدا کنی شیعه یه عالم از شما کشته باشی، اما بیا ببین فاطمه را سنی ها کشتن، محسنش ها سنی ها کشتن، علی ها سنی کش، حسن ها سنی کش، حسین ها سنی کش، عباس ها سنی کش، اکبر ها سنی کش، علی اکبر ها سنی کش، رقیه ها سنی کش دکرد. بینندگان گرامی، همان گونه که مشاهده فرمودید، این آخوند قصد دارد تا اهل سنت را به عنوان قاتلین اهل بیت معرفی کند و شیعیان را بر علیه آنها تحریک نماید. این آخوند و امثال او در تمام کتاب‌های اهل سنت نمی توانند یک روایت پیدا کنند که به کشتن شیعه دستور داده باشد، در حالی که کتاب‌های اینها مملو از روایاتی است که به دروغ به ائمه نسبت داده اند و در این روایات آنها دستور کشتن اهل سنت را صادر کرده اند. به عنوان مثال شیخ صدوق در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 463 و انوار النعمانیه جلد 2 صفحه 307 روایتی نقل کرده که ابی عبدالله میگوید ریختن خون ناسبی حلال می باشد و بر مبنای همین روایت است که رافضه به محض فراهم شدن فرصت دست به کشتار اهل سنت زده اند. آیا می دانید دولت فاطمیه چند هزار دانشمند اهل سنت را در مصر قتل عام کرد و ارتش تاتار با مشورت ابن القمی و نصیرالدین طوسی رافضی در بغداد جویباری از خون به راه انداخت؟ آیا می دانید شاه اسماعیل صفوی چگونه اهل سنت را در ایران و به ویژه در شهرهای بزرگی همچون تبریز و اصفهان و شیراز قتل عام نمود و به علت ریختن اجساد به زاینده رود این رود به خونین رود مشهور گشت؟ آیا نشنیده اید که پس از سقوط صدام شیعیان در عراق هزاران سنی را تنها به خاطر دین و عقیدهشان قتل عام کردند و ده‌ها مسجد اهل سنت را در شهرهای مختلف عراق غصب نمودند؟ حتی به کودکانی که نامشان عمر یا عایشه بود رحم نکرده و آنان را گردن زدند؟ آیا انکار می کنید که فلسفه ظهور مهدی بر این باور استوار است که مردگان اهل سنت را از قبر بیرون می آورد و به دار می آویزد و زنده ها را نیز قتل عام می کند؟ از سوی دیگر شما ثابت کنید که در طول تاریخ روافض تنها یک تیر به سوی دشمنان اسلام شلیک کرده باشند. متاسفانه تمام تیرهایی که از کمان رافضه خارج شده به سوی اهل سنت بوده است. به این کلیپ نگاه کنید که آخوندان رافضی اهل سنت را به نام وهابی نجس خوانده و شیعیان را به قتل آنان تشویق می نمایند. نعم يقول هذه فتوى، كلمة فتوى وظيفة، فتوى موجودة، الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل 7 سنين، قالها الوهابي نجس بل أنجس من الكلب. أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن.
أما المساجد التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين، وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين، فهذه المساجد يجب أن تهدم، ولا يجب أن يتم التراجع عن هذه المسألة. قوانين الله يجب أن تطبق بدون محاباة وبكل صراحة وبدون مراعاة لأحد. ويجب تطهير مدينة سامراء وكذلك سائر المدن، ولكن بالدرجة الأولى سامراء المقدسة يجب تطهيرها من هؤلاء الكفر الوحوش. وإذا لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك فيجب أن تترك المجال للشعب لكي يتحرك. هذا الشعب استطاع أن يسقط 14 محافظة في زمن نظام ديكتاتوري بائس قاهر، ليس صعبا عليه أن يصفيه من الحثالات، أن يصفي مدينة كهذه من الحثالات. هو قادر، شعب جبار، ولكن ليتركوه ليتحمل مسؤوليته. تعال جيبه انا صور، جيبه انا صور، بتجيب وعداك خير على ذاك هو الشيء عايز يعني طلع طولة ما يوقع حبيبي. خمس دقائق؟ ايه بعد دقيقة. بص هسه محمد القادر راح المساجد يجب أن تهدم. ابن السيد عايز الهدى، عايز الهدى ابن السيد بعدين. سفاح العراق عبد العزيز الحكيم، قاتل العراقيين، إرهابي العراق، جرائم فيلق بدر. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء، ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء، واستمطر التاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حرا، وغزا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حرا، لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة له الرواسي فكيف وذلك الغصن الرقيب يقلب في وجوه القوم طرفا، عسى أن يبرق الوجه الحبيب يلوك
ينادي في حنايا الدار بابا فلا أحد يرد ولا يجيب ويسأل أمه طال انتظاري وطال بوالد الحان المأسفى على طرف بريء إذا ارتالت براءته القلوب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسفا على طرف بريء إذا ارتالت براءته الكروب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسفا على طرف بريء. عادية بيها شتفوني قالوا ليش ما ترضي تحكي الحقيقة؟ قلت لهم أنا ما أدري شيء، أنا أحكي الحقيقة. عاد من عندهم واحد اسمه راني شتفني من ورا شد عيوني قالت ما يعني ما ترضي مو تحكي؟ قلت له دا أقول لك أنا ما عندي شيء، دا أقول لك أنا ما عندي شيء. قال ما عندي شيء. عاد واحد منهم جطني بالقاع بس شنو صار راسي وين على الكاشي. عاد سوى اللي سواه هو يعني الدنالي، اجا ذاك هاماتين الدنالي وجا ذاك الثالث هاماتين. بس اتوسل بيه وامشي يعني، بس هو يعني شلون صام حلقي ما يعني خليني اطلع صوت على امي البولة الجماعة هم وياه. عاد واحد من عندهم قال ها كملتوا؟ نجي احنا هاماتين ندنا. عاد بيها قالوا لا جت ترى لجنة أمريكية. عاد أخذوني للقاضي، قال ظل يحكي حكاية منها وحكاية منها. عاد قال لي أنت ما عندك سوالف يعني مو زينة، ما أحد يدناك يعني ما فات بيتك للدعارة. قلت له لا ما عندي هيك. يقول لي أكيد؟ قلت له أكيد ما عندي هيك. عاد من ماذا أبو نجمتين خلى يدي على صدري قال لي أنت خوش يعني صدرك يعني زين بعدك يعني ها. قلت له انت شو تدري من جاي؟ يقول لي طمحت شو سكتي احسن لك. عاد واحد من عندهم قال لي قلت له عافيه بعد امك وابوك طلعني. قال لا بروح امي اطلعك بس بشرط تعطيني شغله من عندك وحده. قلت له هيك يقول ادنالك. قلت له لا ما اقدر اني. طببني بغرفه يعني بيها سلاح مستخمس وشربايه بس غرفه يعني صغيرونه قعدني بيها. عاداك جابوا نجمتي ايش يقول له؟ قال له لا عوفة علي اني. حلفت له بالقرآن الكريم قلت له نوره للنبي. قلت له انا ما عندي يعني شغلات. يقول لي ما عندك شغلات؟ قلت له ايه. عاد مثل الصندة سوداء شو اقول لك يعني بدي مثل البوري. عاد قام ضربني على زري. قلت له يعني شو تريد يعني؟ قلت له يعني اقول لك يعني اخذ من عندي. قلت له بس أنا ما أقدر، أنا مو مثل ذنك حاب يعني أعطيني ذيك الشغلات. قال شوف احنا الشي اللي نريده ناخذه والشي اللي ما نريده نقتله يعني خلاص. أنا ما أقدر الله يخليك أكمل. نوع شوق تذوب لها المشاعر والقلوب أحل بذلك الغض الشفيف مصاب منه يحتار الأريب مصاب لا تطيق له الرواسي فكيف وذلك الغصن الرطيب يقلب في وجوه